في التفكير الناقد. ما تروحش بعيد، احنا لسه قايلين من شويه والله، القدره على التحليل والتقويم والنقد، ده التفكير الناقد، ده احد اساليب التفكير المنطقي والفلسفي. انا بسميه التفكير التقييمي، انت بتقيم الامور، تعرف الصح من الغلط، مواطن القوه والضعف، ايه الحقيقي وايه المزيف، محكمه العقل، انت كل حاجه بتعديها على عقلك، ده التفكير الناقد حبيبي. تقدر تحلل المعلومات والافكار وتنظمها، تعرف ايه هو الحقيقي فيها وايه هو الفاسد اللي فيها، في بيها اتساق، فيها توافق ولا تناقض، اقدر اوصل لاستنتاجات وتقويمات تمام. التفكير الناقد هو الحكم بعد الدراسه، هو ده التفكير الناقد، انك بتقيم، تعرف القوي من الضعيف، الصح من الغلط، وهكذا. ولو احنا عندنا القدره على كده، خد بالك ده مهم جدا، ساعتها عقلك بقى فيه انفتاح عقلي، ما بقاش بقى فيه تعصب وتطرف، لا ما حدش ينقضني، لا عادي جدا حبيبي، بقى فيه انفتاح عقلي، في تسامح، وبقى فيه استقلاليه كمان. انا اقدر انقد اي حد، انا مش تابع لحد، انا مش اماعه، فاكر؟ فدي اول فايده ليه، انفتاح عقلي واستقلاليه. كمان تبقى انسان حيادي، الحكم الحيادي، الحكم الموضوعي، ما انت ما تاثرتش بحاجه، انت قيمت الامور، انت حكمت وعرفت الصح ايه والغلط ايه. ده التفكير اللي حد قلبي، ده التفكير النقد بمنتهى البساطه، ودي اهميته. طب يا عم شريف، انا عشان افكر تفكير ناقد، ايه الخطوات؟ اعمل 4 حاجات. المشكله في اولها بس، المشكله انت لما تسمع اي كلام بتصدقه على طول، ودي اول حاجه غلط. اول حاجه تعملها، اجمع معلومات وبيانات، لازم تجمع معلومات عن اي مشكله تقابلك حبيبي، اي موقف سمعته، البكالوريا ولا الثانويه العامه، اخش ده ولا دوت يا مستر، اصحابي قال له خش دوت خش ده، اقعد انت ادرس، اقعد انت اعرف، ده كان المفروض عملت الكلام ده من الاول يعني، بدي بس مثل ليس الا، ماشي. فانت يا باشا، انت باخد عند المدرس ده ولا المدرس دوت، فابتدي تقيم، جمع معلومات عن ده وعن ده وعن ده، حلل البيانات، حللها، فسرها كويس، ادرسها كويس، اعرف الصح ايه من الغلط ايه، ده تحليل البيانات، التفسير والدراسة والمناقشة، تعرف الصح من الغلط. وبعد كده اصدر حكمك بقى يا باشا، اه انا هناخد بكالوريا، لا انا هاخد ثانوية عامة، هاخد عند استاذ زيد، عند استاذ عبيد، هعمل الفعل ده، لا مش هعمل الفعل دوت. ما عندك معلومات وبيانات، وحللتها، ناقشتها، فحصتها، درستها، بعد كده اصدرت حكمك. وبعد ما تصدر حكمك يا معلم، لازم بقى تعمل مراجعه برضه، راجع برضه على احكامك، راجع على معلوماتك، تكون متسرع في حاجه، محتاس في حاجه، غلبت عاطفه على حاجه، وكل ده غلط. بعد ما قال لك هو التفكير الناقد وايه هي خطواته، اداك برضه حاجه برضه مهمه. طب ايه بقى المهارات اللي لازم تكون عندي انا عشان افكر تفكير ناقد؟ يكون عندي 3 امكانيات ربنا موجوده عندنا كلنا على فكره، المهارات دي عندنا كلنا والله العظيم. واحد، مهاره التفسير، تفسر الشيء، تعرف اسباب الحاجه، هتعمل ايه، حصلت ليه، تعرف العلل دي، مفتاح ليها، العوامل، الظروف المؤديه ليها، ذلك كذا ترجع الى، حصل لك ربط بين ظاهرتين ولا حاجه، تعاقب الليل والنهار يرجع الى، فسرنا اهو، دوران الارض حوالين الشمس، يقول لك من اهم اسباب انتشار ظاهره البطاله هو قله فرص العمل، اداك اسباب. ثم مهاره الاستنتاج، انك تستنتج، تعمل، فاكر اللي تعمل قلت لك، تعمل استدلال، تنتقل من المقدمات للنتيجه، من المعلومات من المعلوم للمجهول. ما لما الاقي واحد عمال ياكل في سكريات وحلويات الليل على نهار، ليل في نهار، ليل ونهار، ولا بيمارسش اي رياضه ولا اي حاجه خالص يا معلم، ساعتها اقدر استنتج. الراجل ده لما يكبر، نستنتج اهو، ادي الاستنتاج، هيعاني من امراض بقى، هيتخن، وامراض الضغط والدنيا منيله بست النيله. لما اعرف ان كل الطلبه ناجحين ومحمد طالب، استنتج ان محمد ناجح. مهاره ثالثه، مهاره التقويم، انك تقدر تحكم صح بقى، تحلل موضوعك كويس، اذا كان في توافق او تناقض بمعنى التصاق، وده التقويم، الحكم السليم، بيان مدى القوه او الضعف، الحكم الصح. فبتبتدي تقيم الامور بتاعت سيادتك، فتقييمك القوه والضعف، الصح والغلط، تبدا برضه تعرف الفرق ما بين الثلاثه. ماشي، اداك حتى مثال، حتى كوكب الارض في تلوث كبير جدا جدا، عشان نقدر نواجهه نعمل ايه؟ طب نعمل تشريعات، طب ننمي الوعي البيئي عند الناس، طب نتخلص من النفايات والفضلات بطريقه سليمه وامنه،
في بقى حل الكلام ده. والله لو عملت تشريعات ممكن الناس تحترم نفسها. ده سبب كويس. طب لو نوعي الناس، برضه لو يعني الناس تتنمى. فانت لما تديك احكام تبتدي تقيمها. ماشي يا معلم، ادي الناقد.